اللاعب أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري في النادي الأهلي. تم توقيع العقد وتم انضمام اللاعب رسميا إلى صفوف النادي الأهلي، مما سبب حالة من الهياج لدى إدارة نادي الزمالك وخاصة رئيس نادي الزمالك، اللي طلع واتهم السيد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف بأنه هو أبرم العمولة مع الأهلي وأخذ عمولة. والكابتن خالد الغندور طلع وقال انهم هددوا اللاعب بانه يا اما تمضي للاهلي او مش هتمضي لاي نادي تاني، رغم كثرة العروض اللي كانت معروضة على اللاعب. الكابتن ابراهيم العرباوي مدير عام النادي في مداخلة مع ابراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة وضح بعض الحقائق ورد مباشر على الادعاءات ديت. قال إن نادي الزمالك بالفعل كان أول نادي يحاول التواصل والتفاوض مع اللاعب، لكنه كان بيتفاوض من خلال سمسار سوري وليس من خلال واحد من إدارة النادي. سمسار كان بيتكلم مع الكابتن أو السيد إبراهيم العرباوي وقال إن عاوز يعمل التعاقد مع السيد عبد الحكيم سرار، فالسيد إبراهيم قال له إن التفاوض عندنا بيكون من رئيس نادي لرئيس نادي. فلما إبراهيم فاق قال له طيب أمير مرتضى وهو مسؤول في نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة ما تواصلش معاكم؟ قال له تواصل معايا مرة واحدة، لكن كان فيه إصرار إن السمسار هو اللي يقوم بإبرام العقد، والسمسار كان طالب 15% سمسرة أو عمولة. فالسيد إبراهيم العرباوي قال كلمة يعني بصراحة كلمة تذبح أي حد عنده دم أو عنده بقايا من حمرة الخجل. إنه رد عليه قال له إحنا نادي محترم، حط تحت محترم 1000 خط، إحنا نادي محترم، التعاقدات عندنا بتتم بإن الأموال بتدخل في حساب النادي في البنك مباشرة مش من خلال حد. فبيقول لما لقى الإصرار إن هو اللي يقوم بالعملية سمسار، وكمان كان فيه بعض الشروط التعجيزية لنادي وفاق سطيف وللاعب وما أفصحش عن الشروط أو البنود ديت، وصرفنا نظر عن التعاقد مع نادي الزمالك، وبعد كده النادي الأهلي دخل على الخط. فكان التواصل من خلال الكابتن أمير توفيق موجود في الجزائر، قعد معهم 3 أيام وهو مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي، فقام معهم بالمشاورات حول ضم اللاعب. والكابتن محمود الخطيب تواصل بصفته رئيس نادي الأهلي مع السيد عبد الحكيم سرار بصفته رئيس نادي وفاق سطيف مباشرة عبر الفيديو كول، وأرسل له العقود بعد الاتفاق على البنود وعلى المبالغ عبر البريد الإلكتروني، وبالفعل وقعها وأرسلها لهم وكان متابع معهم عبر الفيديو كول. العقود اتوقعت الساعة 10 وأخذوا العقود وطلعوا على الجهات الرسمية في الجزائر الساعة 4، كانوا مخلصين كل الإجراءات وكان اللاعب على قوة النادي الأهلي. قبل ما يتم توقيع العقد مع النادي الأهلي، وكانت لأول مرة رئيس نادي الزمالك اتصل مباشرة برئيس نادي وفاق سطيف وقال له احنا مستعدين نشتري اللاعب وندفع لكم قد الأهلي يدفعوا 1.5 وكاش. فالإخوة في الجزائر محترمين قالوا له خلاص احنا عطينا كلمة للنادي الأهلي وما نقدرش نرجع في الكلمة، وبالتالي مشوا وأتموا إجراءات القانونية لضم اللاعب وانتقاله للنادي الأهلي، وأعلنوا إن اللاعب خلاص أصبح على قوة النادي الأهلي، وإنه من نفس اليوم أو في اليوم التالي يقدر يسافر وينضم لبعثة النادي الأهلي في المغرب ويقدر يلعب معاهم، لأنه هو اللاعب بالفعل غير مسجل في قائمة ناديه إفريقيا ولا في أي نادي تاني. النادي الأهلي بإدارته المحترمة عارفين إن نادي وفاق سطيف بيلعب في بطولة أفريقيا في اللي هي غير المحليين، وإن اللاعب ده مهم جدا في فريقه، فقرروا إنهم يتركوا اللاعب يكمل البطولة مع الفريق وبعد كده ينضم للنادي الأهلي. ده الخلاف يا جماعة الخير بين الكبار لما يتفاهموا مع بعض، وإنهم ناس أما تكون التعاقدات عملية نظيفة ما فيهاش أي شائبة شبهة.
رئيس نادي مع رئيس نادي، خلص على طول، اتكلموا، اتفقوا، خلصوا، دفعوا الفلوس في الحساب في البنك بدون أي عمولات، بدون أي شيء. وبرغم كده طلع رئيس نادي الزمالك يتهم رئيس نادي وفاق سطيف بأنه هو أبرم العقد مع الأهلي مقابل عمولة. والكابتن خالد الغندور صرح هو الآخر بأنه تم تهديد اللاعب وتم الضغط عليه أنه إن تمضي للنادي الأهلي أو مش هتروح أي نادي تاني. طبعا تم الرد على كل الكلام ده من خلال مداخلة السيد إبراهيم العرباوي اللي تمت وأشرنا إليها مع إبراهيم فايق في برنامج جمهور التلت. اللاعب انضم للنادي الأهلي وهيشارك بعد ما يخلص مع ناديه إن شاء الله في أفريقيا، هينضم للنادي الأهلي. وانتظروا صفقات قادمة مع النادي الأهلي إن شاء الله نرد بيها على الجماعة اللي كانوا طالعين بهاشتاج إدارة فاشلة فين التعاقدات. هذه التعاقدات اللي بيقوم بها الكابتن محمود الخطيب المحترم ومجلس إدارته المحترم برغم الضغوط اللي بتمارس عليهم، لكنهم بيتحملوا كل ده في سبب أو في سبيل إعلاء شأن النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي موجود دلوقتي في المغرب، النادي الأهلي الكبير اللي راح يلعب مع الكبار كعادته دائما، الكبير مع الكبار. النادي الأهلي اللي بيترفع عن الصغائر وما بيردش، ردوده دايما بتكون في الملعب بتحقيق انتصارات وبتحقيق بطولات. الأهلي دايما منتصرا، والأهلي فوق جميع الفرق المصرية والعربية والإفريقية مع احترامنا لكل الفرق. ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.